في هذا المقام وفي هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم العرس الثقافي، عرس الثقافة العالمية من 5 القارات المتواجدة على هذا التراب العظيم في العيون، في الساقية الحمراء. تشرفنا في هذه الزيارة في الالتقاء مع الأخوات بالإثراء الثقافي على منصة تجددت بالثقافة من السابق وما زالت ودائما منصة ثقافية إعلامية، ثقافية فكرية، ثقافية أدبية. تكلم الشاعرات حاليا في التعبير، وقد أتاحت هذه التراب الجميل في الصحراء، في العيون، على السرد ما تجول به الأنفس من إثراء بالعبارات الجميلة والمشاعر الصادقة التي تبادلنا فيها المشاعر وصدق المشاعر وإحياء المشاعر. أحيت الشاعرات على هذه المنصة الجميلة المتألقة، ونحن في بداية الجدول والبرنامج الرائع ما زلنا نتقدم في البرامج المتاحة لنا، ونشكر في هذا المقام رئيسة المنتدى الأستاذة والدكتورة المعذرة فاطمة الليلي على تقديم الدعوة الكريمة كي نلتقي في صفاء الذهن، في سمو الفكر، في ارتقاء في الكلمة. تبادلنا الكلمات وتلاقينا على هذا المسرح الثقافي والتبادل الشعري، وما زلنا نحظى بالعديد من المفاجآت الثقافية على أرض الواقع، الأرض الجميلة كصفاء ترابها وكصفاء أنفسها وشبابها ومثقفيها وواعديها وكبار الأدباء والشعراء. وحظينا بالشعر الحساني الكبير والفخم. هكذا المغرب تجمعنا على الثقافة، على الفكر، على النقاء، على التبادل الثقافي للتقريب ومد الجسور والهوية الثقافية. لا يسعني في هذا المقام إلا أني أشكركم جميعا، ونشكر جهة العيون الساقية الحمراء ولكل من سعى لإسعادنا ونجاح هذا العرس الثقافي والأدبي. صفائك يا العيون كصفاء سمائك وصفاء ترابك. معك هناء العصفور، كبير اختصاص إعلام خارجي من دولة الكويت. فاطمة الغالية الليلي، رئيسة منتدى المرأة الصحراوية التنمية الديمقراطية. هذا الملتقى متنوع عن الملتقيات الثلاثة اللي فاتوا. الملتقيات الثلاثة اللي قبل منه كانوا كاملين على حول التمكين الاقتصادي للنساء. هذا عنده صيغة ثانية، عنده تيم ثاني اللي هو حوار ثقافات لشعراء من 5 قارات. شفتوا معايا 19 شاعر، أكثر 29 شاعر وشاعرة من مختلف القارات. والأهمية فيه هو التنوع الثقافي. الليلة إن شاء الله يعرف بنا كمجتمع مدني وكمدينة العيون عند دول ثانية من خلال
هذو الضيوف الكرام اللي كاملين البارح نشروا في صفحاتهم في الفيسبوك بأنهم في مدينة العيون. وانا بالنسبه لي هذا شيء مهم جدا، لانهم يعرفوا مدينه العيون منين. هذا ما كنا متوقعينها، شفنا العيون اجمل من اللي كنا منتظرين. وهذا هو دورنا كمجتمع مدني فعال يشتغل الى جانب القطاعات المهتمه بالثقافه.